السوبر ماركتس في تركيا من ارخص الماركتس في العالم. هتلاقوا جوه السوبر ماركت حاجات كتيرة جدا، من اول ميك اب براندز غالية للبس وشنط، اكلات جاهزة، وكمان حاجات ممكن تاخدوها معاكم وانتوا راجعين البلد اللي انتوا جايين منها. بس للاسف تركيا بعد التعويم اللي حصل لهم اسعارهم غليت قوي. فهل لسه السوبر ماركتس الرخيصة بتاعتهم زي بيم ايوز بير وشوك رخاص زي زمان ولا لا؟ ده اللي هنعرفه في الفيديو ده. هاخدكم في جولة جوه ارخص 3 سوبر ماركتس في تركيا، وهنشوف بيبيعوا ايه وبكام. وفي اخر الفيديو هقولكم كمان ايه احلى سناكس لازم تجربوها هناك. يبقى مع بق قهوة خلاص الموضوع انتهى. مش بنقول ما عنديش السوبر ماركت نجيب حاجه نتفرج على البرودكتس اللي عندهم. يعني بصوا هون السبتون ده ب 30 ليره. بلو جولدن روز ماسكارا بجد دي غالية قوي في مصر، 200 جنيه ليرة. ورمار نيل بوليشز دي 30 ليرة، تحفة. من ابو كام ده بقى؟ ده ايه ده؟ ايس كريم؟ ايس كريم بكوكونات ومانجو. نايس. دي حاجة بيجي بيستاشيو. الفراخ عندهم بكام؟ يلا نشوف شوك في ايه. بحب قوي الشات يا جماعة. عشان يهبط كده Chat on the go. ليرة for budget friendly. لفن شيك بكام؟ 90 ليرة. فيس ماسك 19 ليرة. كلها براندز تركي لذيذة جدا، انا شفتهم قبل ما يجي. مش عارفة ابطل حاجات من شوك. جماعة انتوا يعني مش عارفة انتوا مستوعبين ان انا بقول ده ولا لا. بيركز ده اوكي في السوبر ماركت الرخيص بتاعهم اللي هو بالنسبة لنا كزيون يعني. ده 100 ليرة. 100 ليرة. السوبر ماركت ده ارخص تقريبا من ارخص السوبر ماركتس الموجوده في اسطنبول كلها. لو دخلتوه هوريكم اسمه دلوقتي، لو دخلتوه لازم تستوكوا على حاجاتكم. هنا الميه الواحده ب3.5 تقريبا ليره، بره ب15. فبجد احنا هنستوك. نجيب اكتر ولا لا؟ اوه علي بص. هو ايه ده؟ بهارات جامدة قوي. شوية طقم بهارات. احنا حرفيا كل يوم وكل مدينة كنا بنروحها كنا بندخل السوبر ماركتس فيها. تعالى اقول لكم بقى ايه احلى سناكس تجيبوها من السوبر ماركتس في تركيا. اول حاجة تشيبس اسمها ماستر بوتيتو بطعم الساور كريم، وكان عندهم ايس تي اسمه فيوز تي. هتلاقوا منه نكهات مختلفة. انا شخصيا عجبني قوي اللي بالخوخ، وبصراحة كان ريفرشنج جدا في الجو الحار.
وكان في كمان فيتامين سي درينك كده من براند اسمها فروتي بالكيوي، كان عاجبني قوي. اكتر حاجات بقى كانت حلوه عندهم هي السناكس الحلوه. أولكر طبعا براند تركيا، ومن احلى الحاجات اللي جربناها هناك هي البقلاوه بالكوكونات، ودي عباره عن وايت شوكليت بطعم البقلاوه. في هناك بقى سناك عجبني قوي لان انا بحب جدا الملفي، كانوا عاملين ملفي كده بالبيستاشيو، في منها شوكولاته وستروبري، دي كانت برضو من أولكر. وبراند تانية كده اسمها كات كات كات. وكمان لقيت عندهم بسكريم وعجبني قوي البسكوت اللي بالليمون والوايت شوكليت. تعالوا بقى اقول لكم على اكتر حاجتين ادمنتهم من السوبر ماركت هناك. في براند كده اسمها بيدولو، يعمل بسكوت كرانشي جدا بالشوكولاته والبندق، يا جماعه انتوا مش متخيلين حلاوته. حرفيا انا كان نفسي اجيب منه علب وانا راجعه مصر. واخر حاجه هنصحكم تجربوها هي الديلي تو جو ساندوتشز، دي كانت نفعانا جدا واحنا بنطلع على الطريق او حتى لو احنا عايزين فطار سريع. سعرها كان رخيص، وكمان اكتر واحده عجبتنا هي الفراخ اللي بالسان درايد توميتوز. واخر حاجه لازم تعرفوها انه لمحبين هاريبو، هناك هاريبو ارخص بكتير قوي من اماكن كتير، فجربوه هناك. في الفيديو اللي جاي هقول لكم ازاي تعملوا شوبينج او تسوق في تركيا. هاخدكم من اول اغلى مولز لحد ارخص اماكن وشوارع موجوده هناك. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وتكتبوا لي رايكم على الفيديو ده في الكومنتس. اشوفكم في الرحله اللي جايه.